إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلا أن العبادة الأصعب هي ترجمة أثر هذه العبادة إلى واقع في سلوك حسن بمختلف شؤون حياة المسلمين اليومية، وإظهار النتائج والثمار المرجوة منها في معاملتهم وقضائهم ومجتمعهم، وتجسيد مقاصد الشريعة الإسلامية المكنوزة في الفرائض الشعائرية واقعا وسلوكا على أرض الواقع المعاش. وهناك الكثير من الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تؤكد على ذلك التلازم المطلوب بين أداء فرائض الله الشعائرية وبين حسن الخلق وحسن معاملة الآخرين في البيت والسوق والمجتمع. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولعل الحديث الآتي يوضح المفهوم المقصود من ترجمة العبادات إلى معاملات. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. إخوة الإيمان، من هنا نلاحظ أن الإسلام دين سلوك ومعاملات، لا تستقيم شعائر المسلم إلا بحسن أخلاقه وطيب معاملته، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها من شروط كمال الإيمان، كما جاء في حديثه الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد، كنت معكم في قراءتها محمد جمعة. شكرا للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.